بما ان احنا في موسم البرتقال هنعمل النهارده مع بعض كيكه سهله جدا وبسيطه من غير بقى ما تعصري برتقال وكده. اللي هو البلدي احنا هنعملها النهارده ببرتقانه واحده بس زي ما انتم شايفين كده. البرتقال ده اللي هو يعني في برتقان بلدي وفي برتقان بسره زي ده كده. فانا هعملها النهارده ببرتقاله واحده بس بسره، تمام كده. الكيكه دي سهله جدا، من كتر سهولتها وحلاوتها هتقومي تعمليها حالا دلوقتي. هقول لكم المقادير بتاعتنا. معايا برتقاله واحده، معايا كوبايه زيت زي ما انتم شايفين كده اهي. معانا كمان 3 حبات من البيض، مج سكر ومج لبن حليب، والفانيليا هنحط برده نقطه فانيليا، رغم ان انا هعملها ببرتقال بس لازم احط برده نقطه فانيليا على البيض عشان الزفاره، تمام كده. معايا كيس من البيكنج باودر، معايا كوبايتين 2 مج ونص من الدقيق طبعا، طب بتاع المخبوزات او المعجنات، تمام. بتدخليه كويس جدا، حتى لو جايباه اكياس كمان بتدخليه، انا بدخله برده. يبقى كده السكر بقى على حسب الرغبه، عايزه تخليها اكتر من كده سكر براحتك، عايزه تقللي السكر براحتك برضو. ممكن تستبدلي الزيت بثلاث معالق من السمنه كبار، 3 معالق كبار سمنه، تمام كده. كده كله تمام. هنبدا بقى نخلط كل المكونات دي مع بعض. هنعمل ايه؟ هبدا بقى اجيب البرتقانه كده، هقعد الجزء اللي فوق ده مش عايزينه، تمام. هوريكي بس هتعمليها هتقطعوها ازاي. مش هنقشرها طبعا زي ما انتم شايفين كده، هناخدها بحالها وهضربها في الخلاط. اهم حاجه هنقطعها مكعبات اهي زي ما انت شايفه كده. شايفين جمال البرتقال؟ اصلا ريحتها تحفه. وتشيل الجزئيه دي اللي هي الجزئيه دي بس اهي اللي هنشيلها، وتقطعيها بقى مكعبات عشان تضربها في الخلاط كويس. دي برضو اهي، تشيل الجزئيه البيضه دي اللي هي دي وتقطعيها مكعبات. حبيت اوريها لكم قبل ما انا احطها او اقطعها، بقطعها قدامكم برضو اهي كده، تمام. تشيل الجزئيه دي. شايفين بقى انتوا فوائد البرتقال بقى، اللي هي القشره كمان بتاعته بقشرته بكل حاجه. القشر الابيض اصلا اللي تحت ده ليه فوائد رهيبه، سبحان الله. كده كده خلاص قطعنا البرتقاله بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده مكعبات. نبدا بقى نخلط كل حاجه قدامكم، هعملها في الخلاط. اول حاجه هبدا بيها هنضيف البيض، بسم الله. وهنضيف كمان طالما في بيض يا جماعه، حتى لو البرتقان ليه ريحه، البرتقان اصلا القشر بتاعه فانيليا، بس انا بحب احط نقطتين حتى، تمام كده كله تمام. دي فانيليا سايله، ممكن تحطي باكت فانيليا. وهبدا بقى اضربهم الاول شويه البيض. كده تمام. بسم الله. هبدا بقى اضيف الحليب والسكر، بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه من الحليب انا حطيت عليها الوش كمان بتاع اللبن، يعني حاجه فخمه جدا. وكمان هنضيف السكر. يعني شايفين كل حاجه سهله ازاي في الخلاط، كل ده في الخلاط. هبدا اضرب برده شويه تاني قبل ما احط قطع البرتقال. كده تمام. هبدأ بقى اضيف الزيت، ما تنسيش اي حاجة، كل حاجة تبقى قدامك علشان ما تنسيش حاجة خالص. ضفنا الزيت خلاص، هضيف كمان معلقة من الخل، تمام كده، او غطا الازازة بتاع الخل زي ما انتم شايفين كده. لحد كده تمام. وهضيف بقى، ابدأ اضيف البرتقال كده قطعتين بقطعتين، يعني مش هنحط كله اهو. ونضرب. اهم حاجه يعني تفضلي تضربي كده عشان تنعمي البرتقال. احنا مش هنصفي الخليط ده، فباقي البرتقال اهو كده تمام. يعني ايه، هنضرب جامد جدا لحد ما كل الخليط البرتقال
والخليط المكونات التانية كلها تنعم وتندمج مع بعضها. تمام كده، نفضل نضرب. كده خلاص الخليط بتاعنا تمام زي ما انتم شايفين كده. هنبدا بقى معايا الدقيق. هنحط طبعا البيكنج باودر. انا صراحه بستعمل كيك شيف، مش دعايه يا جماعه ولا اي حاجه، انا بعمله كده على طول، بستخدم في الكيكات كيك شيف، بيبقى جميل جدا. وهنخلط كده الدقيق. بسم الله. وهنبدا بقى ناخد الخليط اللي في الخلاط اللي احنا ضربناه كده كويس جدا مع بعض اهو. شايفين لونه تحفه جدا جدا، وريحته خطيره 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 بالبرتقال اللي احنا حطيناه ده. وهنبدا بقى نضيفه اهو. بسم الله. شايفين اصلا مضروب ازاي كله؟ ما شاء الله. شايفين ما فيهوش اي قطعه من البرتقال اهو قدامكم ما شاء الله يعني. هنبدا بقى نضيف واحده واحده كده الدقيق. بسم الله. ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كويس جدا. كيكه البرتقال دي، البرتقال يا جماعه دي بصراحه البرتقال بتبقى جميله جدا جدا. طعمها وريحتها كمان وهي في البيت وانت بتعمليها بقى بتبقى خطيره خطيره جدا. اكتر حاجه بحبها بصراحه اللي هي الكيكه بتاعت البرتقال دي، بتبقى تحفه جدا. اهي الدقيق. نقلب. حد هيقول لي ممكن نضرب البرتقانه دي بشويه ميه؟ هقول لكم لا طبعا، لازم عشان تضربيها بحليب. ليه بقى؟ عشان لو عملتها بميه هتبقى الكيكه طالعه مكتومه ومش هشه. تمام كده. انا قلت اقول لكم المعلومه دي برضو. البرتقاله يا جماعه ما بتتضربش بميه، بتتضرب بحليب عشان الكيك يطلع معاكي هش كده وحلو. حط بقى الدقيق. نقلب. شايفين مفيش اسهل من كده طبعا. كده خلاص كده يا جماعه، هو ده القوام. اهم حاجه تقلبي كويس كده في اتجاه واحد زي ما انا بعمل كده اهو. كده ده القوام اللي احنا عايزينه. لو لقيتيها تقيله بقى شويه تزودي شويه حليب برضو. تمام كده. ضربنا كل المكونات حلو. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى، احنا طبعا قاعدين واحنا شغالين البوتاجاز على درجه حراره 180. تمام كده. ننضف حوالينا ونجيب الصينيه اللي احنا هنعمل فيها. انا معايا القالب ده، يعني ممكن اي قالب عندك بقى، ده اكبر قالب في البايركس، اكبر واحد. معانا برضو قطعه من السمنه، مش هنحط زيت، مش هندهنه بزيت، هندهنه بسمنه او قطعه زبده. بتخلي بقى طعم الكيكه جميله جدا جدا. ممكن تحطي بقى تعفري كده بشويه دقيق، وممكن تعمليها كده عادي. انا هحطها في رف اوسط. تمام كده. هتقعد تقريبا نص ساعه باذن الله، وتطلع معانا احلى كيكه ان شاء الله. دهنا كده كده القالب بتاعنا من كل الجوانب اهو. بسم الله ما شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنبدا بقى نفضي الكيك بتاعنا الخليط اهو كده. بسم الله. شايفين الجمال؟ نجيب الاسباتولا. كده تمام زي ما انتم شايفين. تمسحي بقى لو في اي حاجه نقطه من العجين جت على الحرف كده، تمسحيها علشان ما تتحرقش وتخليكي تبقي شامه ريحه حاجه بتتحرق وتفتحي عليها. فانت طبعا ما تفتحيش عليها خالص. هنحطها نهبدها بس هبده كده بالراحه كده عشان الفايركس. ممكن تعمليها على فكره في اي صينيه عادي، المونيا، تيفال، الموجوده عندك يعني. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 رف اوسط. هتقعد باذن الله نص ساعه، وهشوف هتقعد ايه برده واقول لكم. واستنونا انتظرونا. كده زي ما انتم شايفين الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن، قعدت نص ساعه بالظبط الا 5 دقايق، وبقت بالشكل ده. عايزه تفتحها شويه عن كده براحتك خالص. تمام. طالعه ما شاء الله هشه وجميله جدا. بتسيبيها تهدى في الفرن شويه وبعد كده تطلعيها تقطعيها. هقطعها برده قدامكم
اهي بسم الله. هي لسه سخنه شويه على فكره. عايزه اوريكم قطعه منها. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بس عشان سخنه مش عارفه امسكها كويس. شايفين الجمال؟ تحفه وهشه جدا، طريه اهي وتحفه وجميله جدا. هنعمل ايه بقى؟ احنا معانا شرايح من البرتقال طبعا عشان هي كيكه بالبرتقال. هنبدا بقى نزوقها كده تزويق من النص عشان تبقى شكلها حلو كده وتديكي منظر جميل وتفتح النفس. تمام كده. بس دي كيكه البرتقال سهله جدا، والبرتقال طبعا موجود دلوقتي بكثره. هو اصلا الموسم بتاعه في الشتاء. فاعملي الحاجات الجميله دي لاولادك في البيت، بتبقى حلوه جدا. تفطري بيها مثلا، تتعشوا بيها بكوبايه شاي بحليب، كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه، وتبقى زي الفل عسل يعني. بس كده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون عجبتكم الكيكه بالبرتقال، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات ساميه زين. مع السلامه. اتفضلوا معانا.